بعد ما اتبنى كلب ذكي جدا وعنده وعي إنساني تقريبا، شاب مضطرب هيتدرب على كلبه البول تيرير علشان يحوله لآلة قتالية تحت أمره. أهلا بيكم في تلخيصة جديدة. النهاردة هنرجع بالذاكرة ونحكي قصة فيلم باكستر. صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم في مدينة صغيرة في فرنسا. تشارلز رايح مدرسته مع ريمي اللي خلال الرحلة دي قال إنه بيحوش فلوس كتير من شغله الجديد، لكن تشارلز دايما كان طفل من غير مشاعر، علشان كده ما أظهرش أي رد فعل على الخبر. بعد يوم الدراسة الولد رجع البيت وهو بيعمل الواجب بتاعه قرر يضرب إيده بدبوس. ليه؟ علشان يتعلم يتجاهل الألم، لكن إيفون بتقطعه وناديته علشان العشاء. فجأة من الناحية التانية من المدينة الست مارجريت استقبلت أولادها واللي جابوا لها هدية خاصة بمناسبة عيد ميلادها. لما فتحت الصندوق لقت باكستر، كلب من سلالة بول تيرير أبيض، كان مشرد وتم إنقاذه من ملجأ الحيوانات في المنطقة. لما اتحرر من رقبته الكلب على طول جري بجنون في البيت وخبط حاجات كتير، كسر الفازات ووقع الهدوم بتاعتها. وفي صالون التجميل مارجريت حكت للكوافير عن سلوك باكستر، لكن الراجل قال إن ده طبيعي وإن مع الوقت هيتعودوا على حياتهم الجديدة. أثناء رجوعها البيت الست دي كانت مع صديقها أندريا اللي نصحها إن لو مش حاسة بالأمان مع الكلب تتصل ببنتها فلورنس وتطلب منها ترجع الكلب لمكانه القديم. لكن هي مش عارفة إن الكلب ده في الحقيقة ذكي جدا وبيقدر يفكر أكتر من أي حيوان تاني، بالإضافة إن ملاحظاته دقيقة جدا لكل عادات وسلوك البشر. باكستر بيعتبر إن اللحظة الوحيدة السعيدة في اليوم بتاعه هي لما بينطلق في الحديقة، بيقدر يجري بحرية وبيصطاد فئران برية صغيرة. لكن متعته دي مش بتدوم كتير لأن مارجريت دايما بتجبره يفضل جوه البيت. مع الوقت مارجريت وباكستر بقوا أصحاب، والصداقة دي خلت الست تتخلى عن فكرة إنها ترجع الحيوان تاني. بعد كام يوم أثناء لعبهم الكوتشينة في مطعم، أندريا سأل عن باكستر ولاحظ إن صديقته لسه مترددة في موضوع الكلب، فقال إنه ممكن يتصل بفلورنس ويطلب منها تجيب الكلب علشان يرجعوه للملجأ. اتنرفزت مارجريت وقالت للراجل العجوز ده يبطل يتدخل في حياتها ويسيب كلبها في حاله، لأن من دلوقتي هو بقى صاحبها الجديد. علشان يتجنب إن صديقته تزعل أكتر، أندريا اعتذر وقال إن ده كله سوء تفاهم، لكن الست ما اهتمتش وقامت من على الترابيزة ومشيت. ومع الوقت باكستر بقى محتار في مارجريت لأنها دايما مش بتعمل أي حاجة ممتعة ومش بتديله أي أوامر، وده خلاه يفتكر إنها مستنية الوقت المناسب علشان تاكله أو حتى تتخلص منه. وهو بيتفرج على الحي من الشباك الكلب لاحظ إن الجيران بيعزلوا وفي زوجين جداد هيسكنوا مكانهم في البيت الجديد، فتشجع علشان يتعرف عليهم. أثناء الليل تشارلز رجع البيت ولما لاحظ إن أمه بتعمل حفلة تانية مع صاحبتها حاول يطلع اوضته من غير ما حد ياخد باله، لكن ايفون لقيته وطلبت منه يروح يسلم على الضيوف. بعد كده الولد راح اوضته وهناك استمتع وهو بيشوف صور كتير لمعارك بين الجنود حصلت اثناء الحرب العالميه الثانيه. وفي بيت مارجريت باكستر بيستمر في متابعه الحياه اليوميه للزوجين الجداد، ولما لاحظ ان صاحبته هتمنعه من انه يقعد على الشباك قرر يهاجمها. وتاني يوم فلورنسا بعد ما سمعت خبر ان امها وقعت واتعورت، فلورنسا راحت لبيت مارجريت وحطت لها شوية ضمادات على رجليها. بعد كده مارجريت قامت وفي الوقت ده صاحب الملجأ ساعدها علشان تمشي في البيت وسألته عن سبب سلوك باكستر الغريب، فقال إن ممكن الكلب يكون حس إن صاحبه السابق اتخلى عنه. الراجل شرح إن من وقت ما تسلم للست الكبيرة ممكن يكون فسر ده على إنه خيانة وكأنه ملوش لازمة عند صاحبه القديم. في الوقت ده فلورنس جاته معاها شوية ملايات وطلبت من أمها تنام في الدور التحتاني في البيت لفترة لأنها مش هتقدر تطلع السلم وهي رجلها متعورة. كده مارجريت قعدت شوية ليالي على كنبة السرير وباكستر استمر في تجسسه على الجيران. وتشارلز وهو في بيته شاف فيلم وثائقي عن الحرب العالمية الثانية واتسلى وهو بيشوف الإنشاءات اللي عملها السوفييت، وقرر انه يقلدهم ويطبع مخطط لواحد من الملاجئ اللي بناها القادة العسكريين. والصبح أندريا راح صالون التجميل وسأل عن مكان مارجريت، لكن الكوافير رد انه مش عارف هي فين لأنها ألغت مواعيدها من 3 أسابيع. لما سمع كده الراجل العجوز قلق وراح بيت الست، لكن لما حست بوجود أندريا قررت تتجنبه وتقفل كل الشبابيك علشان ما ياخدش باله منها. وعدى كام يوم وباكستر لاحظ إن مارجريت بتتأثر أكتر بالوحدة الشديدة، وده غير سلوكها وخلى الكلب دايما يكون قريب من صاحبته. وأندريا واللي حس إن الست مش هتستقبله قرر يروح البيت، ومن هناك اتصل بمارجريت لكنها استمرت تتجاهله وراحت تاخد دش علشان تقرب اكتر من الحيوان بتاعها. الست شدت الكلب جوه البانيو لكن باكستر اترعب، وبعد ما هرب من الأوضة طلع السلم. ومارجريت وهي حاسة بالذنب على اللي عملته راحت لكلبها وحاولت تطلع السلم وهي بتعتذر له انها خوفته، وقالت انها هتجيب له اكل لذيذ وهتسيبه يلعب في الحديقة شوية. تاني يوم أندريا فضل قلقان على صديقته لأنه خاف إنها تكون في خطر، علشان كده قرر يزورها تاني وكسر الباب علشان يدخل البيت، وده خلى باكستر يهرب من المكان بسرعة. الكلب راح ناحية بيت الجيران ودخل أوضتهم أثناء لحظة رومانسية،
لما لاحظت وجوده إيمي حذرت جوزها اللي راح عند الشباك علشان يفهم ازاي باكستر قدر يهرب من البيت. لما عمل كده اتصدم بوجود أندريا بيصرخ علشان بيطلب المساعدة، وبيقول إن الست مارجريت وقعت من السلم واتعورت. للأسف مارجريت ماتت، وفي جنازة مارجريت إيمي استقبلتها فلورنس وطلبت منها تاخد بالها من باكستر لأنها مش بتحب الحيوانات الأليفة خالص. كده الكلب حس بسعادة شديدة لأنه دلوقتي يقدر يستمتع بالأصوات والروايح في الحديقة جنب صاحبه الجديد، وهناك بيعاملوه زي ابنهم. بعد كام يوم إيمي عملت حفلة مفاجأة لعيد ميلاد جيم، وقدمت عرض مجنون مع باكستر. بعد العرض الرهيب للرقص الست راحت لجوزها وكشفت إنها حامل، وده خلى الراجل مبسوط جدا. في الوقت ده تشارلز استمر في تطوير المخطط بتاع المخبأ بتاعه، وبعد ما جهز كل المواد اللازمة للهياكل راح الخردة، وبسرعة الولد بدأ في البناء وحفر حفرة كبيرة علشان يكبر المخبأ بتاعه. ومع الوقت باكستر حس إنه بيتنسي ببطء من صحابه، والزوج كان متحمس جدا لقدوم البيبي. بكده الكلب قرر يقرب من جيم ويكون معاه أكتر لأنه بيحب يتعامل مع التراب اللي في الحديقة. لكن بعد ما البيبي اتولد باكستر اتحبس في الجراج في البيت، وده خلاه غضبان جدا لأن تم التخلي عنه مرة تانية من أصحابه. وفي يوم من الأيام جيمي حرر الحيوان تاني وسمح له إنه يتعرف على ابنهم الجديد. لما شاف الطفل باكستر اتلخبط لأنه عمره ما هيفهم الحب اللي البشر بيحسوا بيه ناحية أبنائهم، وفضل يبص للطفل الضعيف اللي ملوش أسنان ولا شعر. باكستر فضل يتعامل بمنتهى اللطف علشان صاحبه ما يفضلش حبسه في الجراج. جيم طلب من الكلب إنه يكون لطيف جدا مع ابنه، وبكده هيقدروا يعيشوا مبسوطين سوا في حديقة أصحابه. باكستر حاول يفكر في خطة علشان يتخلص من الطفل، لكن ده كان صعب جدا لأن جين كان دايما بيراقب البيبي. فقرر باكستر إنه يستنى لحد ما يبعدوا شوية ويزق البيبي في البيسين علشان يقدر يتخلص منه، وبعدين يبقى يتظاهر بالمساعدة بس بعد ما يفوت الأوان. وبنرجع لتشارلز اللي راح للخردة القديمة ودخل المخبأ بتاعه ولقى لوحة التحكم بتاعته اللي فيها نظام الكهرباء الخاص بيها وكمان التوربينات شغالة. اتأكد ان كل حاجة شغالة كويس. راح منطقة الفتحات علشان يقدر يشوف كل اللي حواليه من غير ما حد ياخد باله. بعد كده أندريا راح لقبر مارجريت وحط بوكيه وردة على شاهد القبر بتاعها، لكن في اللحظة دي روح مارجريت ظهرت وبدأت تتكلم معاه. قالت له إن دلوقتي جه وقته إنه يرتاح، وإنهم لازم يسيبوا الشباب يقودوا العالم زي ما هم عايزين علشان يقدروا يتعاملوا مع المآسي وخيبات الأمل بعد كده. لما سمع أندريا كلام الروح قبل نهايته ونام على كتفها وفقد حياته في نفس اللحظة. تشارلز لما رجع البيت اتقابل مع أبوه اللي طلب منه انه يختار هدية بسرعة لأن عيد ميلاده قرب. وهو متردد الولد راح أوضته، وهناك شاف صور كتير لشخصيات مشهورة مع حيواناتهم الأليفة، وده خلاه يعرف أخيرا إيه اللي عايزه في عيد ميلاده. تاني يوم عيلة باكستر اتجمعت في الحديقة مرة تانية، وباكستر لما لاحظ إنه الزوجين بعدوا عن الحديقة الكلب اتحرك بسرعة وراح ناحية البيبي علشان يزقه في المسبح، لكن الكلب نبح بدري زيادة عن اللزوم وحذر الزوجين، وده خلى جيم ينقذ ابنه في الوقت المناسب. وده خلى خطة باكستر تفشل تماما، وطبعا الزوجين قلقانين على ابنهم، فجيم وإيمي قرروا يعملوا إعلان علشان حد يتبنى الكلب، وده لفت انتباه تشارلز. بعد كده الولد راح بيت الزوجين مع مايكل، وبعد ما جمع كل حاجة للكلب أخدوه للبيت. بعد كام يوم وبسرعة جدا تشارلز وباكستر بقوا أصحاب، علشان كده قرر يدربه علشان يبقى أقوى وأخطر، وبدأ يدربه وهو بيضرب عرايس قماش وبيجري في الشوارع جنب صاحبه الجديد. باكستر حس انه اخيرا لقى الانسان اللي كان بيحلم بيه وهيبقى مبسوط معاه. في الوقت ده تشارلز طور مهارات كلبه اكتر، وده خلاه مرتاح انه ياخد اوامر في اي وقت. واثناء رحلته في الاتوبيس المدرسي الولد استمر في تجميع صور للحرب، لكن بتقاطعه زميلته إيفا اللي طلبت منه إنها تقعد جنبه لأنها بتحب تشارلز. البنت حاولت تقرب منه لكنها لما حست إن الولد مش معبرها سابت الكرسي ومشيت. وتشارلز لما رجع المخبأ السري بتاعه لاحظ وجود عربية جاية ناحية الخردة، وقرر يخرج علشان يشوف إيه اللي بيحصل. لما قرب الولد اكتشف إن باكستر تحت العربية، وده خلى السواق غضبان جدا. بعد ما هدوا الكلب الراجل المتعصب قال لتشارلز انه ما يسيبش الكلب بتاعه من غير ما يكون مربوط لان ده ممكن يسبب مشاكل كبيره في المستقبل. في الوقت ده الولد اكتشف ان ايفا جوه العربيه، والبنت كشفت ان ده ابوها واللي جاي ياخد شويه حاجات من المكان. لما لاحظت ان الراجل راجع البنت قالت انها هتاخد كلبتها علشان تتمشى معاها شويه بعد كده، وده هيسمح لها انها تزور صديقها. وفي نص الليل السواق رجع البيت، ولما لاحظ ان ايفا لابسه هدوم مراته اتغاظ وسالها هي ناويه تروح فين، وهي بتحاول تخبي خططها. البنت قالت انها هتمشى بس مع كلبتها، لكن الراجل المجنون ما صدقش وكسر الراديو بتاع بنته، وده خلى البنت غضبانه ومشيت. بعد كده البنت راحت الخردة، وتشارلز لما لاحظ ان صديقته بتقرب حبس باكستر في المخبأ علشان يمنع صاحبه انه يعطل اللقاء. اثناء ما كانوا بيستمتعوا بالمنظر في المكان
إيفا كشفت إنها ناوية تهرب من المدينة وتروح تسكن مع أمها اللي زيها، فسابت البيت لأنها مش قادرة تستحمل تعيش جنب أبوها اللي كان بيقلل من احترامها باستمرار. أثناء المحادثة باكستر بدأ ينبح من غير توقف، ولما سألته عن سبب سلوك الكلب تشارلز قال لها إنه بس حبسه علشان ما يضايقهمش، لكن البنت ما سمعتش كلام الولد وقررت تحرر الكلب اللي بسرعة حاول يتقرب من صاحبه الجديد. وبعد فترة باكستر حس إن تشارلز مش بيعامله بنفس الطريقة وبيحاول يستعيد صاحبه اللي كان غضبان جدا لأنه ما سمعش كلامه ورفض الكلب، وكمان أمره إنه يبعد عنه. في اللحظة دي كلب شوارع راح ناحية الخردة، وباكستر علشان يحمي الأرض بتاعته راح ناحيته وبدأ قتال. لما لاحظ تشارلز اللي بيحصل راح بسرعة علشان يفصل بين الحيوانات، لكن لما شاف إن كلبه بيفوز تراجع وساب الكلب يكمل قتال. عرف قد إيه إن صاحبه قوي، الولد بدأ يعامله باحترام أكتر لأنه دلوقتي يقدر يستخدم الكلب كآلة قتال. وفي يوم من الأيام أثناء رحلته في الأتوبيس إيفا راحت لصديقها وكشفت إن كلبتها ولدت أولاد من باكستر، لكن أبوها ما بيحبش يهتم بكام حيوان وأمر بنته إنها تتخلص من الكلاب بنفسها بدل ما هو اللي يعمل كده. ولما شاف الكلاب الصغيرة تشارلز عرض إنه يتبناهم لأن عنده أفكار إيه اللي ممكن يعملوه مع الكلاب الصغيرة. وتاني يوم أثناء ما كان بيحرس المنطقة حوالين المخبأ الولد قابل ريمي اللي لسه بيحب يجمع علب علشان ياخد فلوس، وهو بيدور على حاجة يعيد تدويرها وسط كل الخردة دي الولد قرر ينزل في الحفرة في المكان. في الوقت ده تشارلز ظهر وأمر باكستر إنه يهاجم صديقه وهو بيشيل السلم من الحفرة. ريمي اترعب وطلب من الولد إنه يسيبه، لكن تشارلز تجاهله وطلب من الكلب بتاعه إنه يخلص على ريمي. لكن باكستر حس إن صاحبه فهمه غلط لأنه ما بيقتلش أهدافه من غير سبب مهم، وده خلاه فضل واقف مكانه متسمر وساب ريمي يهرب. تشارلز بقى غضبان جدا من الكلب علشان ما سمعش كلامه. المجنون حبس الحيوان في الجراج وضربه كتير كعقاب. مع الوقت الولد بقى مضطرب أكتر، وبعد ما فحص جسم الكلاب الصغيرين قرر يتخلص منهم لأنه حس إنهم ممكن يكونوا خلوا باكستر ضعيف. دلوقتي بعد ما اتساب بره الخردة من غير أكل ولا شرب باكستر اترعب، وده خلى غرائزه الطبيعية ترجع. بدأ يجري ويشم ريحة أولاده الكلاب اللي اختفوا أثناء بحثه. قدر يشم ريحتهم قريب منه، ولما لقى الجثث اتغاظ جدا لأنه فهم على طول إن تشارلز هو اللي قتلهم ورماهم في الحفرة. وبيظهر تشارلز اللي غضبان جدا من الكلب إنه ما سمعش كلامه. الولد قرر يهاجمه ورمى عليه حاجات كتير، وده خلى الكلب خايف وحاول يهرب. المشكلة إن باكستر اتحاصر تماما وسط الخردة في المكان، وده خلاه ملوش مفر غير إنه يستنى لحد ما عقابه يخلص. وعلشان يخلص عليه تماما الولد مسك برميل معدن كبير وحاول يرميه على الكلب، لكن وزنه خلاه يتكعبل ويتزحلق ويقع، ووقع قدام الكلب. لما حس انه اخيرا يقدر ينتقم باكستر راح ناحية الولد المجنون، لكن لما سمع الاصوات اللي صاحبه علمه عليها وهو بيتدرب ما قدرش يخالفه في اللحظة دي وقعد على الارض وبقى ضعيف تماما. تشارلز الغضبان مسك قضيب معدن من وسط الخردة وضرب الكلب كتير علشان يخلص على حياته. عدت كام ساعة لحد ما مايكل وإيفون دوروا على ابنهم في الخردة، ولما شافوه لسه بيضرب جثة باكستر اللي ماتت الراجل راح بسرعة للولد اللي كذب وقال إن الكلب كان هيموته، وده خلاه ملوش مفر غير إنه يدافع عن نفسه. لما سمع كده مايكل قال إن كل حاجة هتبقى كويسة، وبعد ما حضنوا ابنهم الزوجين أخدوه للبيت. مع الوقت تشارلز حس إنه منجذب أكتر للجيران، علشان كده قرر يخطط لحادثة كبيرة علشان يسبب حريق كبير في بيته ويقتل أبوه وأمه. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.